السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم نحكيو على الغيرة بين الناس، موضوع حساس وما يفوت حتى مجتمع. الغيرة مرات تكون عادية، كي يشوفوا حاجة تعجبهم ويحبوا تكون عندهم كيفها، ومرات تولي سلبية وتوصل للحسد والكراهية. الغيرة شيء فطري وطبيعي في الإنسان، وشعور ما تقدرش تتحكم فيه، لأنه الإنسان ربي خلقه دايما حاجة نقصاته، والكمال لله وحده. ودايما الإنسان بدل ما يركز على واش عنده من النعم اللي في يديه، تلقى تركيزه كامل في الشي اللي نقصه. كاين اللي خاصته دار، وكاين اللي نقصته الصحة، وكاين اللي مبلي بالفقر وخاصه دراهم. انك تتمنى انك تكون مرفه كيما فلان وعلان، او انك تتزوجي براجل مليح كيما راجل فلانة، شيء عادي. بصح الغيرة تأذي لما تبطل تبقى مجرد شعور وتترجمها الأفعال. أحيانا تنتقد شخص تجرحه بلا ما تفيق، أحيانا تقذف شخص وتغتابه بلا ما تفيق، وأحيانا علاقات تتقطع هكذا بدون سبب، ولا بدون سبب ظاهر للعيان، لكن تكون أسبابها عميقة وعميقة جدا. صاحبتك اللي تجوزتي معها صغرك، علاش ما عرضتيهاش لعرسك؟ باسكو شاب عليك وخفتي تسرق منك الأضواء؟ بصح هي سنين تستنى تفرح بيك ومعاك، خليتي لها مارة ما تتنساش. بنت أختك، علاش هدرتي فيها للناس وقذفتيها؟ باسكو ناجحة على بنتك؟ وانتي بنت سلفتك، علاش تحرشي عليها يماها؟ باسكو تعرف تلبس وانتي بنتك كافية؟ وانتي عروستك علاش تحرتيها؟ باسكو وليدك حبها وقلشها، وانتي راجلك كان مشبعك مخبط. بصح وش ذنبها هي؟ قلتها ونعاودها، الغيرة إذا بقات مجرد شعور راهي ما تأذيش، بصح إذا ترجمتها الأفعال صدقني لا تخلصها غالية عند ربي وفي الدنيا. والغيرة ما راح تحرق إلا مولاها، لأنه كما تدين تدان، والشر اللي تديره راح يرجع لك، غير كونك هاني. الحياة نعيشوها مرة واحدة، حرام عليكم تحرموا الناس أنهم يتمتعوا فيها ويعيشوا مرتاحين. كل واحد فينا عنده قصة مع الغيرة، وانتوما وش هي قصتكم؟